السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم يا حبايبي؟ عاملين ايه؟ وحشتوني. النهاردة بقى هنعمل مشروب مع بعض خطير، طعمه غني وطعمه خطير جدا. هنعمل مع بعض مشروب لما تحبي كده تعملي حاجة تشربيها بمزاج، تعملي المشروب ده. هنعمل مع بعض النهاردة الشاي الكرك. شايفين الشاي الخطير؟ يلا بينا نشوف المقادير. معايا هنا طبعا البراد بتاعي، وهحط فيه 4 معالق سكر صغيرين. وكمية السكر على حسب ما بتحبي السكر بتاعك ازاي، يعني بتحبيه محلي قوي هتكتري طبعا، بتحبيه مظبوط هيطلع كده معاكي مظبوط، بتحبيه اقل هتحطي معلقتين من السكر. هنا حطيت 4 معالق صغيرين من معالق الشاي، وهكرمل السكر بتاعي. تقدري كمان تضيفي معلقتين من المية عشان يتكرمل معاكي بمنتهى البساطة. بس هنا كرملنا السكر بتاعنا. هنزل بقى بشوية البهارات بتوعي. ايه البهارات اللي انا هستخدمها؟ هستخدم حبهان، حوالي 6 فصوص من الحبهان، وحوالي 7 8 من القرنفل عشان بحب طعم القرنفل، وعود قرفة. من العيدان القرفة هنحط عود قرفة. وبس كده. هخليهم يتقلبوا مع السكر بتاعي، وبعد كده هنزل عليهم بالمية على طول علشان يغلوا. وانا مش عايزة السكر بتاعي يتحرق. كان هنا الكراميل، هي الاضاءة بس مش مبيناه، اتكرمل وكان فاتح زي ما عملنا صوص الكراميل قبل كده. كرملة السكر ما فيهاش اي مشكلة، سهلة وبسيطة. هنزل بالمية. هنقلب بقى الكلام الخطير ده مع بعضه، وهنزل بمعلقة ونص من الشاي، واسيب كل الكلام ده يغلي كويس جدا، مش اقل من 6 7 دقايق يغلي على النار، علشان ناخد الطعم بتاع كل الحاجات اللي احنا حطيناها، طعم السكر المكرمل وطعم القرفة والحبهان والقرنفل يختلطوا جامد مع الشاي بتاعي. والمعلقة ونص دول معلقة ونص صغيرين، بس انا عندي حجم البراد كبير، يعني بيعمل من 4 ل5 كوبايات او اكتر، يعني حوالي 5 كوبايات، مش 4 لا 5. هنسيبه بقى يغلي زي ما انا بوريكي. هنا كان غلى معايا بقاله وقت، يعني حوالي عدى 5 دقايق او 6 دقايق من الغليان. وزي ما انتي شايفة اختلط جامد قوي، الشاي بقى تقيل واخد اللون والمكرمل، واخد كمان طعم البهارات بتاعتي اللي انا ضفتها كلها، وريحته بقى كانت فظيعة. هنزل عليه بالحليب المبخر، مش حليب مكثف، حليب مبخر. الحليب بقى المبخر هو اساسي في الوصفة دي. يعني عشان تشربي واحد شاي كرك مظبوط لازم، مش هينفع ولا حليب عادي ولا حليب مكثف، لازم حليب مبخر. وتقدري كمان تضيفي نص كوباية من الحليب المبخر، وتقدري تضيفي كمان معلقتين 3 من الحليب المكثف. بس لو انت عايزة تعمليه مظبوط وجوستو، حطي العلبة كاملة على الكمية، وانا كنت عاملة زي ما قلت لكم كمية كبيرة. هنقلب بقى الكلام الخطير ده كله مع بعضه بحيث انه يغلي. هنا لسه ما كانش غلى، هقفل عليه تاني واسيبه يغلي براحته، وبعد كده هصبه واوريكي شكله النهائي عامل ازاي. هنا بقى كنت صبيته خلاص. برونتو دا بيري كان جاهز بقى هنا للشرب. هوريكم بقى شكله خطير ازاي، مع وحدتين بسكوت كده وحبة تمر حلوين، او اي حاجة انت بتحبيها، شوية مكسرات، كيكة انت عاملاها، وتشربي احلى كوباية شاي كرك خطيرة وطعمها رهيب. زي ما انت شايفة شكله عامل ازاي خطير والله، والطعم تحفة تحفة تحفة. لو عجبك بقى الفيديو ما تنسينيش من دعوة حلوة من القلب، ولايك وشير وسبسكرايب للقناة. ما ننساش نذكر الله ونصلي على النبي. وبون ابيتي.